كونيجامي وتشيجري وريو بيتدربوا هم كمان وبيزودوا التفاهم ما بينهم. إيساجي وفريقه بيكونوا قاعدين بياكلوا وبعدها إيساجي يروح ياخد شاور وهناك تحصل المفاجأة. بيقابل كونيجامي وتشيجيري وريو بيتخانقوا بالكلام شوية وفي الآخر يقرروا يتحدوا بعض. الوقت يعدي بسرعة ويوصل يوم الماتش. صفرة البداية تطلع. إيساجي يمرر الكورة لبارو والكل يبدأ يضغط عليه لكنه يرفض يمرر لأي حد. رين يقطع الكورة منه ويمررها لتشيجيري اللي ينطلق بسرعة الصاروخ ويسجل جول. إيساجي يبدأ يحلل الموقف وبعد شوية ينجح يخطف كورة ممتازة يمررها لبارو ويتحرك علشان يستقبلها تاني بس بارو كالعادة يرفض يمرر والكرة تتقطع منه وكونيجامي يسجل جول تاني عليهم. إيساجي بيدرك إن التعاون مع بارو ملوش فايدة بعكس ناجي اللي عنده دايما احتمالات كتير للتفاعل. ساعتها إيساجي يمرر لناجي وناجي يخدع تشيجيري ويستلم الكورة بمهارة رهيبة ويسجل جول. الماتش يكمل ورايو يبدأ يخترق بخطوات سريعة ويعملوا تمريرات سريعة بينهم